السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرام تيفي. نتمنىكم تكونوا جميعا بخير وعلى الف خير ان شاء الله. اليوم غادي نقدم معكم كيف كتشوفوا معايا وصفه اللي هي زوينه رائعه ولذيذه، كلها غنيه بالفوائد الغذائيه وبالفيتامينات وبكل ما كيحتاجه الجسم، مثاليه جدا خصوصا مع الصيام، يعني وجبه الافطار ولا السحور. يعني الا كليتو غير بعض القطع منها فكانكم كليتو بزاف د الاشياء، يعني منها اننا نحافظوا على صحتنا ونتقوسوا يعني من بعد الصيام، نفيدوا جسمنا بما هو صحي. اذا فهاد الوصفه ان شاء الله غادي تحماقوا عليها وغادي تعتمدوها خصوصا في وجبه السحور، يعني الناس اللي ما كيبغيوش هكذا يتقلوا فتاكلوا هكذا واحد جوج قطع ولا ثلاثه، فان شاء الله غادي تشد لكم مزيان في يوم الصيام وغادي تحسوا بالفرق. اذا بقاو ان شاء الله مع المكونات اللي هي بسيطه، وكذلك طريقه التحضير اللي غتحضر بسرعه كبيره، ما نحتاجوا لا نطيبوا فيها ولا يعني نضيعوا الوقت في الكوزينه ولا اي شيء، بمكون عجيب غريب هانتوما غادي تشوفوا معايا. اذا اول شيء خديت التمر، حيدت له العظم ديالو، كيف شفتوا عندي واحد الزلافه عامره ديال التمر، غسلته وحيدت له العظم ودرتو يتبخر في الكسكاس. ديروا بالطريقه اللي بغيتو. هنا عندي النخاله، كيف كتشوفوا معايا النخاله ديك الغليظه الحرشه العاديه، ما كنحيد منها حتى شي حاجه، يعني غلاف القمح الكامل. عندي النخاله حمرتها شويه في المقيله، هانتوما كتشوفوا يعني غير شي شويه هكذا كنحطها، وسبق لي وريتكم بزاف يعني كيفاش كنحمر الطحين زنجلان كلشي في المقله. اذا حطيتها في المقيله وبقيت كنديها ونجيبها، ومن بعد هكذا درتها في الطحانه وطحنتها حتى ولات لي رقيقه. اذا كيف شفتوا فعندي زلافه ممتلئه بالتمر وعندي نصف زلافه ديال النخاله. هنا ممكن انكم ديروا اي حاجه بغيتوا، ديروا اي مكسرات كتعجبكم، اي حاجه يعني كيعجبكم انكم تناولوها، فديروها في هذه الوصفه هذه. ممكن كذلك انكم ديروا شويه الشوفان حتى هو يعني ديروه في مقيله تحمروه، ممكن ديروا شويه ديال الشعير الا عندكم دقيق الشعير حتى هو تحمروه شي شويه في المقيله وطحنوهم. اذا من بعد هانتوما كتشوفوا معايا طحنت شويه الزنجلان، يعني هنا ما عندكمش مقادير مضبوطه، ديروا اللي بغيتوا، اي حاجه بغيتوا وتشهيتوها فديروها. فانا كتعجبني بزاف بزاف بالنخاله، ما كتبانش فيها نهائيا، ما تعرفوش نهائيا شنو كاين فيها. بالنسبه للتمر فخليته 8 دقائق في الكوكوط. اذا كيف شفتوا درت الكسكاس في الكوكوط، ما كياخذش ليا وقت، بسرعه كنلقى انه وجد، فكناخذوه هو سخون وكنعجنو بحال هكذا بالشوكه. اذا ناخذ هو سخون باش كتجينا العمليه سهله، غير كتقيسوه فكيتعجن لكم بحال هكذا. خليته 8 دقائق في الكوكوط. اذا درتو سديت عليه ودرت الصفاره 8 دقائق بالضبط وحيدته هو سخون. هنا عندي ماء الزهر اللي بغى يستعملو، فهنا عندي نوعيه جيده، عندي كيف كتشوفوا طبيعي، عندي بيو. اذا خلطت المكونات، درت غير واحد المعلقه ديال ماء الزهر، كيعجبني بزاف المذاق ديالو. اللي ما كيبغيش ممكن انه يعوض بواحد شويه ديال القرفه حتى هي كتنسم وكتجي بنينه. صافي وكنخوي المكونات كامله مع بعضها وغادي نعجنوها مع داك التمر. اذا التمر راه غادي يعجن لينا اي حاجه درناها، سواء درتو الشوفان الشعير النخاله اللي بغيتو. فعلى ضمانتي هاد ديال النخاله جربتها وعاودتها، فكتجي كتحمق في المذاق ديالها، ما تحسوش نهائيا حتى شي واحد ما كيعرف شنو كاين فيها لداخل. هانتوما غادي تشوفوا الشكل باش غادي نقدموها، والمذاق ولا اروع. دا ملي كنحطها راه ما كتبقاش ليا شحال ما وجدت منها غير الا بغيت نخبيها على الدراري، فكتجي زوينه، كيخليو اي حاجه قدامهم وكياكلوها. اذا هانتوما تشوفوا يعني انا عجنت المكونات مع بعضهم صافي. فكتاخذوا دابا كنبداو في التشكيل ديالها. بالنسبه للتشكيل نتوما ورغبتكم، يعني اللي ما عندوش الوقت وبغى في لحظه واحده يعني غير يحطها هي تشكلات، فجمعوا العجينه كامله وحطوها هكذا فوق شي حاجه اللي بغيتو نتوما تزينوا بها، زنجلان، ممكن كذلك ديروا اللوز ايفيلي، الكاوكاو، اي حاجه بغيتو اللي يعجبكم ديروه. حتى بالنسبه للمكونات الداخل يعني ممكن انكم بلاصه اللوز ممكن طحنوا الكاوكاو، كيف قلت لكم ممكن اي حاجه عجباتكم طحنوها وتخلطوا بها. وحتى لنا التزيين فاي حاجه عجباتكم ممكن انكم تزينوا بها، شرط اننا نبقاو غير فيما هو صحي يعني باش نستافدوا اكثر. اذا هنا من الافضل انكم تدخلوها المجمد واحد شويه، واخا غير واحد 20 دقيقه هكذا حتى تجمد وتجي ساهله في التقطاع. فكنقطعها بحال الفقاس، كتجي زوينه ولذيذه.
ولا ما هكذا. المهم انا بديت كنقطع معكم باش تشوفوا يعني انه ممكن اننا نقطعوها، ولا بغيتوها تجيكم سهله فدخلوها المجمد وخليوها يعني حتى تبدا تقصح واحد شويه وقطعوها بكل سهوله. اذا الشكل الثاني فانايا بغيت شويه نتفنن فيها، يعني نوجد واحد البلاطو متنوع. شي مرات هكذا فاش نكون يعني في لحظه بغيت غير نقطعها ونمشي، فكنشدها كامله كنكورها ونحطها هنايا نخليها في المجمد، واحد شويه كنرجع فكنقطعها كامله صافي وانا كملت. ودابا انا واقفه انا كنوجد للدراري يعني هكذا شي شوربه هكذا للعشاء. فالوقت يعني اللي كنتسنى هكذا حدايا قريبه توجد ليا، فبديت كنقطعها وكنزينها يعني نتفنن فيها كيف ما بغينا. فهنا درت على شكل حريبلات، فكتشوفوا معايا كناخذ غير واحد الكميه اللي هي قليله وكنبسطوها كنسرحوها مزيان. والتقطيع كيبقى لكم الاختيار، اذا تقطعوا باش ما بغيتوا بموس يكون يعني يكون سكين حاد مزيان، تقطعوا بشي قطعه عندكم بجراره ديال بيتزا، يعني باي حاجه اللي بغيتو ديال شباكيه. شوفوا نتوما والاشكال اللي بغيتو تحصلوا عليها في الاخير. وكيف قلت لكم انا راه كنوجد معكم داكشي هو سخون، يعني غير عجنت وكنوجد. فإلا خليتوها في المجمد واحد شويه يعني حتى شدات في راسها فكيجي التشكيل ديالها احسن، كيجي افضل من هذا الشيء. يعني كتقصح شي شويه فكتولي تقطع معكم بالشكل اللي بغيتوه بالضبط، يعني كتجي زوينه بزاف كتر. ها نتوما يعني غير داك شويه ديال التمر اللي درت، غير هذيك الزليفه وحده فغتعطيني تبارك الله واحد الكميه اللي هي كبيره. انا قطعت معكم اشكال مختلفه يعني باش تشوفوا ان ممكن تنوعوا كما بغيتوا توجدوا بلاطو اللي هو متنوع. حتى العضاف هذا التمر كيجي مختلف بحسب النكهه اللي درنا فيه الفوق. فهنا درت الزنجلان الابيض، الاخر درت فيه الزنجلان العادي. غادي ننوع يعني غادي ندير حوايج اخرين في التزيين. هنا درت الكوك او جوز الهند اللي هو مطحون، فحطيته بحال هكذا. ومن الافضل انكم فاش تبغيو هكذا تشكلوا التمر دهنوا يديكم بواحد شويه ديال الماء الزهر، واخا يتقطع راه ماشي مشكل، اصلا كله كيتجمع كيتلصق مع بعضه بالتمر. اذا دهنوا بشويه ديال الماء الزهر باش كتهز لكم هذيك العجين ديال التمر، كتهز لكم اي حاجه حطيتوه معاها. بحال دابا مثلا هذا الكوك فاش كتكونوا داهنين يديكم هكذا بماء الزهر فبسرعه كيتهز وكتعمر لي العجينه كامله كتلبس بهذاك الكوك. اذا غادي ننوع معكم شويه في الاشكال باش نشكلوا ان شاء الله بلاطو اللي هو متنوع. فهنا خديت هذوك الحريبلات فدرتها هكذا في الكوك وكنقطعوها بحال هكذا على شكل مقروط فكتجي زوينه. شوفوا الشكل ديالها في الواقع راه كتبان احسن من التصوير، يعني انا كنصور دابا في الليل فكيجي الشكل ديالها هائل زوين بزاف. كيجيو متنوعين ومختلفين حتى في المذاقات، يعني التاثير ديال هذا العنصر اللي كنزيدو في الاخر كوك ولا زنجلان ولا لوز ولا نخاله ولا شعير اللي بغيتو فممكن انكم ديروه في الاخر. فها نتوما غتشوفوا معايا الاشكال كلها اللي وجدت. اذا فكنستمر بحال هكذا حتى كنكمل كل هالقطع وكل حاجه كنوجدها بحاجه مختلفه. ممكن الا بغيتو ما ديروا لا زنجلان لا كوك لا حتى شي حاجه، ممكن هذيك النخاله الاولى اللي حمرت نخلي منها واحد شويه، وهي فاش غادي ندير هذوك الحريبلات ديالي ونقطع فحتى الشكل ديالها كيجي محمر غزال زوينه بزاف. اذا ها نتوما دائما كنفزك يدي بالماء الزهر كندير هذوك الحريبلات كيف قلت لكم، واخا يتقطعوا راه ماشي مشكل، فكنبقى نبسطها بحال هكذا. هنا درت شويه د اللوز ايفيلي محمر غير شويه، يعني داك شويه اللي هكذا اللي شيت لكم مثلا من الكيك ولا من اي حاجه، فواخا يكون عندك غير شويه من الحاجه ممكن انكم تنوعوا به. صافي فانا حطيته واحد شويه وخديت هذيك الاولى اللي درتها على شكل فقيقصات حطيتها واحد شويه في المجمد. اذا ما خليتهاش انا حطيتها غير واحد 5 دقائق زربانه. فانتوما كيف قلت لكم ممكن انكم تخليوها الوقت اللي بغيتو، فكتخليوها يعني من بعد كتقطعوها رقيقه غليظه كما بغيتو كتشكل معكم بكل سهوله.
اذا ها نتوما كتشوفوا معايا فاعطاني كميه اللي هي كبيره، مع انني قطعته شويه غليظ، يعني انكم ممكن تقطعوه رقيق اكثر وممكن تفنوا فيه كما بغيتوا. كذلك ممكن انكم تبقاو تهزوا العجينه ديالكم غير هكذا عادي بلا ما تشكلوا لا حليبلات ولا اي شيء، وديروا هكذا كويرات، وديروها هكذا في كوك، في زنجلان، في لوز، في اي حاجه بغيتوا ديروها هكذا في هاد الكويرطات، هاد الكؤوس ديال الورق، فكتجي كذلك زوينه والمنيضر ديالها غزال. هانتوما كتشوفوا فكنكور، كناخذ هكذا شويه د اللوز وحطيتهم فيه، فجا الشكل ديالهم معتبر كذلك. فممكن ديروها كلها بهذه الطريقه هذه، يعني غير انا فاش كنشكل هكذا حريبلات ولا فعوض ما نبقى نكور مره واحده، ممكن تاخذوا العجينه كامله وتشكلوها بطريقه واحده. فهانتوما كيف كتشوفوا حصلت على اشكال مختلفه ومتنوعه، ومازال ما كملتش معكم العجين، يعني مازال نصايب بها ان شاء الله. فهانتوما تبارك الله، يعني واحد الكميه اللي هي كثيره بزلافه واحده ديال التمر ونصف زلافه من النخاله. اذا ممكن ديروا الاشكال اللي بغيتوا، ممكن ديروا هكذا دوائر، كيف انكم ممكن ديروا بنفس الطريقه اللي درت مع الكوك، فاش كنبسطها بحال هكذا كتجي زوينه رائعه في الشكل ديالها. صافي كنستمروا بحال هكذا كنقطعوها ساهله مهله. ممكن انكم كلهم ديروهم هكذا حريبلات وتدخلوهم المجمد وتخليهم واحد شويه وتقطعوا مره واحده هكذا، تصفوهم حدا بعضياتهم وتقطعوا، دوزوا السكين مره واحده فكتقطعوهم كاملين في نفس الوقت. اذا فهذا هو العجين ديال التمر اللي حصلت عليه، احسن بكثير من انكم تاكلوا التمر بوحدو. فهنا التمر مع النخاله اللي حنا عارفين الفوائد ديالها الكثيره، كلها غنيه بالالياف مزيانه، خصوصا الناس اللي عندهم كيعانيوا من المصران، كيعانيوا من المعده، كذلك الناس اللي باغيين يضعفوا، يعني بزاف الاشياء اللي هي مفيده لهم، بزاف مفيده للصحه عموما. وكيف قلت لكم هنا كيبقى عندكم الاختيار، ممكن ديروا معها شويه دقيق الشعير محمر، ديروا شويه الشوفان محمر، تزيدوا اي حاجه بغيتوا واي حاجه متوفره عندكم في المطبخ ديالكم. فحصلت على بلاطو مشكل بهذه الطريقه هذه. اذا بالنسبه للمقادير الاخوات اللي كيسولوا فشحال ما درت ديال التمر، دير النصف ديالو ديال هذا النخاله ولا الشعير ولا الشوفان ولا اللي بغيتي. فمثلا الا درتي زلافه ديال التمر غدير نصها ديال النخاله، الا درتي كيلو غدير نصف كيلو ديال النخاله، وهكذا يعني غادي نستمروا باش يلا ما تجيناش ناشفه، يعني يلا داك العجين ديال التمر يجمع لينا هذوك المكونات اللي هما ناشفين، فكتجي هكذا زوينه رائعه ولذيذه بزاف. ممكن تحتفظوا بها شحال ما بغيتوا، يعني ديروها هكذا في واحد البواطه وتحتفظوا بها في الثلاجه، فتدوز لكم رمضان كامل اذا درتوا كميه كبيره. اذا نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم وصفه اليوم، وإلا عجباتكم ما تنساوش كيف العاده تخليو لنا الاعجاب ديالكم وتشجعونا ان شاء الله وتبارطاجيو الفيديو. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشاركوا معنا. شكرا جزيلا على وفائكم، دمتم في امان الله، بسلام عليكم.